حبايبي الحلوين، ازيكم؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بالف خير. اكلتنا النهارده بسيطه ومفيش حد ما بيحبهاش. الكشري هنعمله بطريقه يعني تحفه، احلى بكتير من المحلات. بعد بصراحه ما شفت الارقام اللي بره كده، يعني خرجت عيالي عشان ناكل كشري. وكان اقل طبق كشري كده ب 36 جنيه وبحاجه و40 جنيه، وارقام غريبه يعني. هنعمل بقى كمية كشري كبيرة هتكفي كل البيت، وهناكل منها كلنا وهيتبقى كمان، ومش هتكلفنا 100 جنيه وكمان اقل لو عندك حاجات كتير منها في البيت. اكلة بسيطة وحلوة جدا، وصدقوني انضف واحلى واطعم من بره بكتير. شايفين شكل الطبق عامل ازاي؟ هنعمل كل الحاجة، وهنعمل الدقة، وهنعمل الشطة الزيت في البيت، وكمان حمص العيش. ويعني بصراحة خطير. لو أول مرة تشوفيني، أنا اسمي شيماء. لايك وشير للفيديو، ويلا بينا على طول نسمي الله ونبدأ بالطريقة. اول حاجه هنعملها في وصفتنا البصل، انا قطعته كده جوليان، وبعدين نقعت في ميه سخنه بتغلي العدس، ونقعت كمان الحمص. هنسلق الحمص، بس انا مش هسلق العدس، انا بسيبه منقوع ساعه كده. هنحمر البصل كويس قوي في كميه زيت تكفينا هنعمل بيها الكشري كله. اول ما لونه يبقى ذهبي كده هنطلعه عشان ما يحرقش منك، لانه هياخد بعد كده اللون بسرعه جدا. من شويه بقى الزيت اللي احنا حمرنا فيهم البصل، هننزل بكميه كده عشان نحمر فيها الشعريه بتاعتنا. انا عملت كوبايه من الشعريه، انا هعمل كميه كشري كبيره. وكمان كل دوت بقى اقل من ال 100 جنيه اللي قلت لك عليها، لان احنا هناكل منها يعني تقريبا عيلتين. حمرت الشعريه، وايدك بقى في الشعريه، اول ما الشعريه تاخد لون انا ببقى غاسله الرز وسايباه يتصفى، مش بنقعه خالص. قلبي بقى في الشعريه بتاعتك كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. الشعريه بتاعتنا هنا اتحمرت، هنزل عليها بورقتين كده من اللورة، وكمان لو عندك فصين كده حبهان بيدوها ريحه تجنن. نزلت بالرز وكمان قلبته كده تقلبتين فيه، وبعدين بقى هنزل بالملح بتاعنا. بس قبل ما انزل بالملح هصفي كويس قوي العدس، وهنزل بالعدس. قلبي بقى العدس في قلب الرز وفي قلب الشعريه، انا بسويهم في حله واحده. هنزل عليهم بمكعب مرقه، وكمان رشه صغيره من الملح، وبس كده. فكرة نقع العدس دي بتبقى حلوة جدا، وبتخليه مش معجن، وبتخليه حلو كده ومستوي مع الرز كويس جدا. انا بنقعه تقريبا قبليها بساعة. اول حاجة بعملها بظبط المية بتاعته، وبغطي عليه الحلة، واول ما بيغلي بوطي عليه النار. هنزل بكوباية من كل نوع من المكرونة، هنزل بمكرونة رفيعة وكمان مكرونة قلم، وهقسم بقى كده شوية من المكرونة الاسباجيتي وهحطهم عليهم كده برشة ملح. وهسيب الكلام ده كله كده يتسلق، مش هياخد معاكي من 7 ل8 دقايق على النار. وهنا بس كده كانت سلق معانا. هنزل بشويه بقى من الزيت، هنزل عليهم بمعلقه كبيره من الثوم المفروم. اول ما يبتدي ياخد معايا لون، مش هخليه طبعا يتحمر قوي، هنزل عليه كده بنص كوبايه من الخل. الريحه بقى يعني مش قادره اقول لك ريحه الطشه دي بتبقى عامله ازاي. هنا بقى هننزل بالخل بتاعنا، هو اخد لون اغمق من كده سنه صغيره، نص كوبايه كده من الخل. هقلبهم، وخدت بقى نص انا الكميه، سبت بس معلقتين من الخل على الثوم هعمل بيهم الصلصه. نزلت بالطماطم متصفيه مضروبه في الخلاط، وعليها معلقتين من معجون الطماطم، فلفل اسود وكزبره وكمون، وهظبط الملح بتاعها وبس كده، وهسيبها تتسبك على جنب. تعالي بقى اللي احنا خدناه هنزل عليه بقى بنص معلقه صغيره خالص من الثوم بقى الني، وعليها عصره ليمونه كبيره. الليمونه دي يعني كانت كبيره كبيره، ممكن توصلي ليمونتين. وعليهم بقى ربع كوبايه بس من الخل. الخليط ده كله هظبطه بملح وكمون. هنزل عليه بكوبايتين كبار من الميه المغليه. بس احلى دقه تدوقيها، احلى من بره بكتير، مميزه جدا جدا جدا، احلى من اللي بتجيبيها من المحلات ومن بره، ومش ضامنه هم عاملين الحاجه ازاي. حله بقى على النار، انا سلقت المكرونه وصفيتها، بنزل عليها كده بمعلقه زيت او معلقتين كبار من الزيت، وعليها رشه من الكمون، وببتدي اقلب كويس قوي المكرونه عشان تفك من بعضها كده وما تبقاش ملزقه في بعضها ولا اي حاجه. وبس كده، وتقريبا كل خطوات الكشري بتاعتنا جاهزه. ناقصنا ايه؟ ناقصنا شويه الشطه الزيت اللي بنجيبهم من بره.
شطه يعني حاميه حاميه، مش قادره اقول لكم بقى عامله ازاي. لعشاق الشطه انا ظبطت بقى الزيت، لقيت كمان اتبقى الزيت خلاص خلص، نزلت عليه بشويه صغيرين من الزيت تاني، وحطيت معلقتين كده كبار من الشطه الحمراء. الشطه ديت حاميه جدا، وعليهم طماطميه صغيره كده انا مقطعاها صغير بالحجم اللي انتوا شايفينه ده، يغلوا كده مع بعض. وهنزل عليهم بقى بكبشتين من الصلصه بتاعتنا. الشطه هنا جباره، مش هتقولي لي بقى اي شطه بتجيبيها من بره، بس سيبيها شويه كده الزيت بتاعها يطلع على الوش، وبتبقى احلى شطه زيت جربتيها في حياتك. شايفين بقى حلوه ازاي؟ شكلها تحفه. انا بجيب العيش الشامي وبدهنه كده بالزيت من بره ومن جوه بالفرشه بسيط خالص مع رشه ملح وكمون، وبدخله الفرن بعد طبعا ما بكون قصاه ومقطعاه مكعبات. هنا كل حاجه جهزت معانا. شايفين بقى الشطه شكلها عامل ازاي؟ تحفه. ولا الدقه بقى، مش قادره اقول لكم عملنا كل حاجات الكشري بسرعه جدا. عايزه اقول لكم هي بس شويه مواعين بس، ما خدتش في ايدينا ساعه. جهزنا كل حاجه ولمينا كل الدنيا حوالينا. انا بعد ما بغرف اول طبقين بحط الكشري على المكرونه في حله واحده، لان حركه الزيت مع المكرونه دي بتخليها مفلفله وكله بيبقى تحفه. الحمص سلقناه، وكنت مظبطه كمان ميه الحمص، فحطينا منه شويه في كوبايات جنب الاكل. وكمان زودي الورد بقى في الطبق الجميل ده، وقطعي لي ليمونه كده، وكلي احلى طبق كشري. بجد طعمه يجنن. شكله طبعا حلو جدا وطعمه حلو جدا، وكف كميه كبيره، حله رز كبيره وحله المكرونه والصلصه وكل حاجه بالف هنا وشفا مقدمه لكل اللي هيجربوه. انا واثقه ان هو يعجبكم جدا. لو لسه لحد دلوقتي بتشوفيني ومش مشتركه في قناتي، هستنيكي تشتركي في القناه وتفعلي جرس التنبيه عشان يوصلك مني اشعار بكل جديد. واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. وشكرا للناس الجديده اللي معانا اللي في القناه، وباي باي.